يلا يا جماعة عشان هنعمل أكلة حلوة أوي إحنا بنحب ناكلها بالعسل، وكمان بنحط عليها لبن. تابعوا معايا الفيديو وأتمنى تقولوا لي أنتم بتسموها إيه عندكم في بلدكم. كل الحكاية هتجيبي كيلو دقيق وهتنزليه من المدخل علشان تضمني إن مفيهوش أي رطوبة مع ذرة ملح. هتشتغلي بالعجانة أو يدوي زي ما تحبي. المهم إن إحنا هننزل بالمية بالتدريج، مية عادية خالص تكون دافية بس مش سخنة ولا باردة. وهتبدأي تنزلي بالتدريج لحد ما تلمي العجين، يبقى العجين عبارة عن مية وذرة ملح بس، مش اكتر من كده. مش هتحطي حاجة على الدقيق. حاجة مهمة عايزة اقولك عليها ان العجينة تكون عاملة زي المستيكة معاكي، يعني تكون ماسكة نفسها شوية، ما تكونش لينة قوي. بعد كده هتبدأي تقسميها لقطع صغيرة بالشكل دوت وتسيبيها ترتاح 10 دقايق علشان تبقى سهلة الفرد معاكي. طبعا بتغطي العجين علشان ما يعملش قشرة على الوش. بتغطيه وبعد كده هنبدأ نشتغل بواحدة واحدة. هنرش شوية دقيق على أرضية السطح اللي احنا هنشتغل عليه، وهنبدأ نحط القطع وهنشتغل بقى بالنشابة الأول. هنفردها بشكل طولي كده، يا دوبك تفرديها بس شوية. دي بقى المكنة اللي أنا هشتغل بيها اللي هتعمل لي الأكلة الخطيرة. أظن اللي وصل معايا لحد هنا عرف أنا بعمل إيه. بحطها الأول في المخرج اللي هو بيفردها بشكل طولي، طبعا عشان ما تلزقش مني برش عليها شوية دقيق وبرجي، وبعد كده بحطها في المخرج اللي بيديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا عن نفسي بقول على الاكله دي القدوسيه. يا ترى انتوا بتقولوا عليها القدوسيه ولا ليها اسم تاني عندكم؟ طريقه التسويه طبعا بتكون على البخار. بتجيبي الحله اللي هي حله الكسكسي، بس طريقه التسويه بتختلف شويه عن الكسكسي. طبعا بتحطي في الحله شويه ميه، وبتبداي تحطي المصفى اللي هي جايه مع الحله. لو ما عندكيش الحلة ديّة بتحطي مصفى، بس تكون المصفى محكمة على الحلة اللي تحتها علشان ما تطلّعش البخار برّه. بتدهني أرضية الحلة بس مسحة زيت بالفرشة، وبتبدئي تحطي كل الكمية اللي عندِك. يعني خلّصتِ كمية وأنتِ شغّالة بتحطيها في الحلة وتغطّيها وتعملي غيرها وتحطي عليها اللي أنتِ بتعمليه. يعني ما بتطلّعيش أول بأول، بتفضلي تحطي فوق بعضه لحد ما بتخلّصي الكمية كلّها. الطريقة دي هتضمني إنها استوت كويس، وكمان مش هتكون ناشفة معاكِ، بالعكس هتكون طرية. وبس كده يا ستي وبألف هنا.